معاكم قصة يمكن حضراتكم عارفينها من الكتاب المقدس، هتكون موجودة معانا على الشاشات. قصة تلميذي عمواس. فاكرين تلميذي عمواس؟ ممكن نقراها مع بعض من الكتاب المقدس. هي موجودة في لوقا 24، إنجيل معلمنا لوقا 24 إصحاح، والقصة دي موجودة في آخر إصحاح فيه، موجودة بالتفاصيل شوية من أول آية 13. القصة دي أو هدف النهاردة إن احنا نقراها مع بعض والكتاب المقدس من لوقا 24، نشوف رب المجد إزاي بيعلمنا نتنقل من حالة حزن لحالة فرح. النهاردة وإحنا عايشين في الحياة بنشوف ضغوطات كتير قوي، ضغوطات بقى في الأسرة، ضغوطات في الحياة المادية، في الشغل، في لقمة العيش، أيا كان نوع الضغوطات، لكن في ضغوطات الحقيقة موجودة علينا. وكتير جدا لما تقابل حتى شباب صغير، يعني ساعات يبقى شايل الهم من بكرة، قلقان من بكرة. وحتى لما ندخل جوه البيوت ساعات نلاقي فيه مشاكل مش ألطف حاجة. تعالوا نشوف 2 في الكتاب المقدس كان عندهم حزن مفرط، متضايقين جدا، وازاي رب المجد قدر في خطوات معينة، 3 خطوات نقراهم مع بعض، ازاي قدر يحول حالة الحزن ده لحالة فرح. لوقا 24 آية 13 بيقول كده: وإذا 2 منهم كانوا منطلقين في ذلك اليوم إلى قرية بعيدة عن أورشليم 60 غلوة اسمها عمواس. يعني 2 منهم؟ 2 من مين؟ من التلاميذ، مش يعني التلاميذ دول خاصته ال12، لكن كل اللي كانوا بيمشوا ورا المسيح اسمهم تلاميذ. فيقول في 2 من التلاميذ بتوع اللي كانوا بيحبوا المسيح جدا وبيمشوا معاه في اليوم ده، كانوا خارجين من أورشليم ورايحين من أورشليم لقرية بتاعتهم اسمها عمواس. المسافة ما بين أورشليم لعمواس حوالي 60 غلوة. 60 غلوة دي تقريبا قد إيه؟ بالحسبة بتاعتنا احنا تقريبا من 11 ل 12 كيلو. طبعا دي مدقات ما بين المدن وما بين القرية، فهم بيمشوا في المدقات ديت. عشان 2 يخرجوا من أورشليم يوم الحد، إيه الصعوبة اللي ممكن تقابلهم؟ يوم حد القيامة. يوم حد القيامة احنا من يوم الجمعة والبلد مقلوبة، من وقت محاكمة المسيح، من وقت الوقفة في عند بيلاطس، من وقت اجتماع الكهنة، صلب المسيح وحصلت زلزلة وظلم على وجه الأرض، فالبلد في أورشليم مقلوبة. الحاجة التانية، التلاميذ فين دلوقتي؟ مستخبيين، لأنه أي حد هيتقبض عليه في الوقت ده. إذا كنا بقى يعني على حسب فكر اليهود أو الرومان قضينا على الكبير بتاعهم المسيح، فإذا مسكنا حد من التلاميذ أكيد مش هيرحموه. فالتلاميذ مستخبين. ففي 2 قدروا يتجاوزوا كل الصعوبات ديت ويخرجوا من أورشليم، وطبعا أكيد أبواب أورشليم وأسوار أورشليم محاصرة، وقدروا يرجعوا القرية بتاعتهم. فطبعا ال2 دول هربانين من أورشليم ورايحين القرية بتاعتهم عمواس. يكمل الكتاب المقدس ويقول: وكان يتكلمان بعضهما مع بعض عن جميع هذه الحوادث. وهم ماشيين في الطريق اللي هو المدق ده بقى 11 كيلو أو 12 كيلو دول، إيه الحاجة اللي بيتكلموا فيها بقى 2 ماشيين مع بعض؟ الحوادث فقط. يعني الحوادث هم بيتكلموا من خيانة يهوذا، من شهود الزور اللي وقفوا قدام المسيح، عدم عدل بيلاطس وقال أنا لم أجد علة في هذا البار. بيتكلموا على أنه يوحنا حكى على وقت الصلب والآلام اللي شافها، دموع العذراء مريم. ممكن حد يقول طب ما هم فعلا حقهم يقولوا كده، لأن هم ما يعرفوش أن في قيامة. الغريبة أن ال2 دول حضروا بشارة القيامة الصبح، لكن ما اتكلموش على القيامة. إيه الحاجة الوحيدة اللي شايفينها؟ المشاكل، الحوادث فقط. هم ماشيين في الطريق بيذكروا الحاجات الوحشة، ما بيتكلموش على أي خبر مفرح. كان يتكلمان بعضهما مع بعض عن جميع هذه الحوادث، وفيما هما يتكلمان ويتحاوران اقترب إليهما يسوع نفسه وكان يمشي معهما. هما ماشيين في الحوار بتاعهم، في الحديث بتاعهم في المدق الطويل ده، ظهور من ضمن ظهورات رب المجد وقت الخمسين. رب المجد ظهر ليهم وابتدى يمشي معاهم. ال2 دول من تلاميذ المسيح بقالهم 3 سنين بياكلوا ويشربوا معاه، بيحضروا معاه الموعظة على الجبل، كانوا حاضرين معاه كل أو معظم المعجزات، حتى التعليم بتاعته. ال2 دول سافروا معاه من أورشليم وبيت عنيا، وصلوا معاه لجبل الزيتون، حضروا معاه كل المواقف دي.
الغريبة في الكتاب المقدس يقول ايه بقى؟ ولكن أمسكت أعينهما عن معرفته. ايه اللي حصل بقى؟ في حاجة بقت قدام عينيهم مش قادرين يشوفوا رب المجد. أمسكت أعينهما عن معرفته، ما قدروش يعرفوا ان اللي ماشي معاهم ده هو المسيح ولا مش هو المسيح. أنا ممكن ساعات أحيانا يهيأ لي يعني إنه يمكن المسيح بعد القيامة شكله ملامحه اتغيرت، لكن ده ما حصلش. الكتاب المقدس بيقول إيه بقى؟ اقترب إليهما يسوع نفسه. يعني إيه نفسه؟ زي ما هم كانوا عارفينه قبل كده، نفس الطول، نفس لون العينين، نفس الحجم، كل حاجة هو بالظبط هو. إيه اللي خلى الاتنين دول رغم معرفتهم الكاملة برب المجد حاجة تقف قدام عينيهم ما يعرفوش ان ده المسيح؟ ايه اللي يخليني ساعات ما اعرفش ان ده المسيح؟ الخوف، اشكرك. ايه تاني؟ الحزن. هي قصة الحزن دي بقى. استحالة وانا مكتئب وانا متضايق وانا مكسور اعرف اشوف ربنا. عشان تشوف ربنا لازم تشوفه في حالة نفسية كويسة جدا. للأسف كتير جدا بحضر قداس وبتناول وباخد رب المجد جوايا، ومع ذلك بخرج من الكنيسة لا أنا قادر أحس بطعم الوعظة اللي اتقالت، ولا بالتراتيل، ولا بالتسابيح، ولا حتى بالتناول. أنا آسف في الكلمة، زي ما دخلت زي ما خرجت، وكأن الهم راكبني. طول ما أنت حزين مكتئب مش مطمن لبكرة، يمشي رب المجد معاك في المشوار ويقول لك أنا شايل الشيلة بتاعتك، ومع ذلك غصب عنك أمسكت أعينك عن إنك تعرفهم. ده اللي حصل مع تلميذي عمواس. وبالمناسبة رب المجد دلوقتي هيقولون كده، هيقولون انتوا زعلانين ليه؟ أمسكت أعينهما عن معرفته فقال لهما، ابتدى بقى يتكلم معاهم، ما هذا الكلام الذي تتطرحان به وأنتما ماشيين عابسين؟ قال لهم ايه الكلام اللي انتوا بتتكلموا فيه ده في الطريق وانتوا ماشيين في الطريق؟ وكان تعليق رب المجد الوحيد عليهم، انتوا مالكم عابسين. يعني ايه عابسين؟ مكشرين، انتوا مكشرين. ودي الحتة الوحيدة اللي رب المجد ساعات بيلومني عليها. أنا موجود في حياتك، وأنا لما بخليك تصلي بتقول كلمة أبانا، وأنا بقول لك لما تتناول تثبت فيا واثبت فيك، وأنا بقول لك أنا هشيل عنك الحمل بتاعك. كل ده أنا بطمنك ليه، ومع ذلك أنت شايل الهم دايما ومكتئب وزعلان. فرب المجد بيقول لي مالك عابس كده ليه؟ وده كان تعليق رب المجد على تلميذي عمواس. أجاب إحداهما آية 18، أجاب إحداهما الذي اسمه كليباس وقال له، بما إن أنت خارج بقى من أورشليم وخارج من المنطقة اللي كان فيها قلق ال3 أيام اللي فاتوا، وبتسألنا إيه اللي مضايقكوا أو إيه الأخبار اللي أنتوا بتتكلموا فيها دي، تعرفين لما نلاقي واحد أنا آسف يعني مش عايش الواقع نقول له إيه؟ هو أنت مش من البلد دي ولا إيه؟ هو أنت غريب عن هنا؟ قالوا له كده، هل أنت متغرب وحدك في أورشليم ولم تعلم الأمور التي حدثت فيها في هذه الأيام؟ مستحيل تكون خارج معانا ظهرك لأورشليم وماشي معانا العمواس وما تكونش عارف اللي حصل في أورشليم. لأن أورشليم من يوم الخميس بالليل إيه اللي حصل فيها بقى؟ عمر مجمع السنهدريم زي المجمع المقدس كده عمره ما اجتمع بالليل، اجتمعوا بالليل. عمرنا ما سمعنا إن حنان وقيافة بيعملوا وطالبين شهود وبيعملوا محاكمات في بيوتهم الخاصة بالليل، ما سمعناش القصة ديت. يوم الجمعة الصبح كانت مظاهرات قدام بيت الوالي بيلاطس الروماني، في مظاهرات قدام رابطة المدينة كلها. ده الظهر قبل الصلب حصل حاجة زي حظر تجول، الشوارع اتقفلت، جنود الرومان استلموا من عند بيت بيلاطس لغاية الجلجثة، استلموا الشوارع دي وما كان ممنوع حد يعدي فيها. يوم الجمعة الدنيا ظلمت، الساعة 12 الظهر وقعت ظلمة على الأرض من الساعة 6 للساعة 9. مش احنا بنعمل كده في البصخة بنطفي نور الكنيسة صح كده؟ ده اللي حصل في الواقع عندهم. احنا بنعمل زي الشمس غابت في عز الظهر وحدثت زلزلة، وبعدين ده الهيكل بيقولوا ان الحجاب اتكسر، والتلاميذ انت جاي تسأل بقى تقول ايه المشاكل اللي حصلت؟ عشان كده قالوا له هل انت متغرب وحدك؟ انت الوحيد اللي في البلد دي ما تعرفش اللي حصل؟ ورغم ان المسيح رب المجد هو بطل القصة قال لهم ايه بقى؟ قال لهما وما هي؟ ايه يعني اللي حصل؟ هو المسيح اللي في ال3 أيام اللي فاتوا دول كان في القبر،
وهو اللي ماشي المشوار من يوم الخميس العهد ويوم الجمعة العظيمة، هو اللي ماشي الدرب ده لوحده. قال لهم ايه يعني اللي حصل؟ قال الاثنين بقى: المختصة بيسوع الناصري الذي كان إنسانا نبيا مقتدرا في الفعل والقول أمام الله وجميع الشعب. قالوا له بقى كان في واحد اسمه يسوع الناصري، بيكلموا بطل القصة عن نفسه يعني، يقولوا كان في واحد اسمه يسوع الناصري وده كان إنسان كويس جدا. حصل له إيه بقى؟ كيف أسلمه رؤساء الكهنة وحكامنا لقضاء الموت وصلبوه، ونحن كنا نرجو أنه هو المزمع أن يفدي إسرائيل، لكن مع هذا كله اليوم له 3 أيام منذ حدث ذلك. قالوا له إيه بقى؟ الشخص اللي احنا كنا بنحبه المقتدر ده، الإنسان الكويس ده يسوع الناصري، لا شفنا أمل ولا شفنا كلمة حق عند الوالي اللي مسؤول عن تنفيذ الحق والقضاء، ولا شفنا أمانة عند رؤساء الكهنة. قالوا له كده: كيف أسلمه رؤساء الكهنة وحكامنا لقضاء الموت وصلبوه. طب ليه ما قلتوش إنه قام؟ أنا احتمال أقول ما شافوش القيامة، لا شافوا القيامة، وده اللي هيتكلم عنه دلوقتي. لكن هو هيتكلم على إيه بقى؟ انتوا عارفين لما الواحد فينا أحيانا يحبط، يبقى متضايق جدا، يبقى زعلان قوي، لا شايف أمل في القادة الدينيين ولا شايف أمل في العدل الأرضي. رؤساء الكهنة ما بيقولوش كلمة حق، رغم أن رب المجد قال: من فم الكاهن تؤخذ شريعة. إحنا سمعنا أن دول اللي جابوا شهود زور، دول حكموا، كان في حسد وغل جواهم، حسوا أن النور بينطفي عنهم فبيتهموا واحد ظلم. دول اللي بيقودوا المجتمع روحيا، هم كانوا شايفين كده. الحاجة التانية، القاضي اللي قاعد على منصة ما بيحكمش إلا بالورق بالعدل، قال: أنا الراجل ده ما شفتش فيه حاجة غلط، لم أجد علة في هذا البار، ومع ذلك رضي إن هو يسلمه لهم. فهم شايفين حالة ظلم رهيب سواء من القادة الدينيين أو من القادة المدنيين، وقالوا له كده. هم صلبوه. هنجيب سيرة القيامة؟ لا. وقالوا له حاجة تانية كمان: إحنا كان عندنا أمل في هذا البار، هو اللي هيخلصنا، هو المزمع أن يفدي إسرائيل. ولغاية النهاردة بقاله 3 أيام موجود في القبر. شوفوا بقى القصة الغريبة جدا. انتوا عارفين مين يوم الحد الصبح راح القبر وحط طيب، او كان عايز يحط طيب عند القبر؟ المريمات، صح كده؟ المريمات لما لقوا القبر مفتوح ولقوا حد ظهر لهم ملاك قال لهم: ليس هو ها هنا ولكنه قام، عملوا ايه المريمات؟ رجعوا على التلاميذ قالوا لهم ايه؟ المسيح قام، صح؟ مين كان حاضر مع التلاميذ بشارة المريمات؟ تلميذي عمواس دول. هم هيقولوا كده، هيقولوا ايه بقى؟ بل بعض النساء منا حيرننا إذ كنا باكرا عند القبر، ولما لم يجدن جسده أتينا قائلات أنهن رأينا منظر ملائكة قالوا أنه حي. يعني تلميذي عمواس دول يوم الحد الصبح كانوا قاعدين مع التلاميذ وشافوا المريمات باللهفة وبالرجوع ليهم، وشافوا قد ايه بيقولوا لهم المسيح قام، وبيحكوا عن التفاصيل، ومش واحدة دي المريمات عملوا كده، وحضروا بشرط القيامة. ومع ذلك الحاجة الوحيدة اللي بيتكلموا فيها ايه؟ جميع هذه الحوادث بيتكلموا على حاجة واحدة بس، عينيهم واقفة اليوم الجمعة العظيمة: كيف أسلمه رؤساء الكهنة وحكامنا لقضاء الموت وصلبوه. بعد ما المريمات جت وقالت ان المسيح قام، مين جري طلع على القبر؟ بطرس ومين؟ ويوحنا. مين سبق؟ يوحنا سنه اصغر شويه فهو اللي سبق، لكن لما وصل عند القبر خاف يدخل. على ما بطرس جه دخل شاف الاكفان موضوعه واكد على كلام المريمات، ورجع للتلاميذ قال لهم ايه؟ كلام المريمات صح. لما بطرس ويوحنا رجعوا، مين كان حاضر هذا اللقاء؟ تلميذي عمواس دول. هيقولوا لهم كده. يعني إذا كان قلنا إنه السيدات يعني ساعات بيهولوا شوية، مبالغين في الكلام أحيانا، طب والرجالة اللي راحت؟ هيقولوا له كده. هيقولوا إيه بقى للمسيح؟ ومضى قوم من الذين معنا إلى القبر، بيتكلم بقى على بطرس ويوحنا، فوجدوا هكذا كما قالت أيضا النساء، أما هو فلم يروه. يعني تلميذي عمواس دول حضروا بشرط القيامة كم مرة؟ وقرروا يستمروا في نفس حالة الحزن والعبوسة والغضب والضيق اللي هم فيه، ويسيبوا أورشليم ويرجعوا تاني عمواس.
ابتدى المسيح يتكلم بعد ما سمع القصة كلها، فقال لهم: أيها الغبيان والبطيء القلوب في الإيمان بجميع ما تكلم به الأنبياء، أما كان ينبغي أن المسيح يتألم بهذا ويدخل إلى مجده؟ رب المجد قال لهم: عندكم غباء روحي وبطء روحي في فهم كلام المسيح. ومش اللي انتوا بتتكلموا عنه ده المسيح، هو لسه ما أعلنش عن نفسه، ومش اللي انتوا بتتكلموا عنه ده المسيح، قال اللي هيحصل فيه كله وشرحه واحدة واحدة وقال لكم على كل ده في مواقف كتير في التعليم بتاعته. وقرر رب المجد انه ينقل تلميذي عمواس من هذه الحالة الكآبة والحزن والعبوسة إلى حالة الفرح. عشان كده الكنيسة تسميها أفراح القيامة. وشوفوا رب المجد عشان ينقلهم من الحالة دي للحالة دي هيعمل 3 حاجات. أنا هطلب من حضراتكم تحفظوا معايا ال3 حاجات دول بس. إيه أول حاجة المسيح عملها؟ يقول كده الكتاب المقدس: ثم ابتدأ من موسى ومن جميع الأنبياء يفسر لهم الأمور المختصة به في جميع الكتب. الطريق طويل بقى، 11-12 كيلو هيمشوا مع بعض. فابتدى يعمل ايه بقى رب المجد يسوع المسيح مع تلميذي عمواس؟ ابتدى يحكي معاهم. فاكرين لما ابونا ابراهيم قعد يقول لهم كده بقى مثلا، انا بتخيل يعني، فاكرين ابونا ابراهيم لما حط اسحاق على المذبح ورفع عليه السكينه؟ اهو ده المشهد اللي انتوا شفتوه، والاب في السماء والابن على الصليب والاب موافق على اللي بيحصل. فاكرين قصه يونان لما قعد 3 ايام في جوف الحوت؟ ويونان نفسه ما كانش عارف هو ليه قعد 3 ايام، ليه مش يومين ومش 4؟ دول ال3 ايام اللي انتوا بتتكلموا عليهم اللي رب المجد قعد فيهم فين؟ في الارض، واحده واحده. فاكرين الحيه النحاسيه اللي موسى عملها عشان تشفي من قرصه التعبان وسم العقرب؟ اهو ده المسيح اللي انتوا شفتوه متعلق كما الحيه النحاسيه، عشان لما الخطيه تتملك منك وتنظر لهذا المصلوب تشوف الخلاص والشفاء الروحي بنفسك. وابتدى معاهم واحدة واحدة في العهد القديم. عشان كده الكتاب يفسر لهم الكتب. أول حاجة رب المجد عملها مع تلميذي عمواس كلمة الله بعمق. عايز تتنقل من حالة حزن لحالة فرح؟ احفظ الحتة دي، كلمة الله بعمق. احنا كنيستنا بقى، أبونا وهو يعني من محبته بيقدمني في الأول قال احنا كنيسة إنجيلية، واحنا ساعات بنتخض من الكلمه دي. احنا اكتر كنيسه انجيليه. احنا اسمنا الكنيسه الارثوذكسيه الانجيليه، والكنيسه الانجيليه اسمها الكنيسه البروتستانتيه. ليه بقى احنا كنيسه انجيليه؟ لانك عمرك ما تلاقي ليتروجيه في الكنيسه، صلاه جماعيه الا لما يفتح فيها الكتاب المقدس. انا عشان اصلي قداس، عشان الشعب ده يصلي قداس، نقرا كام قطعه من الكتاب المقدس؟ في العشيه زي النهارده نقرا مزمور وانجيل، وبكره الصبح في باكر مزمور وانجيل. طب تعالى بقى في القداس بولس وابراكسيس وكاسيليكون ومزمور وانجيل. يعني انا عشان اصلي صلاه جماعيه انا بقرا 9 قطع من الكتاب المقدس. لو عندي اكليل، عندي اي طقس كنسي لا يتمم الا. وتعالى بقى في اسبوع الالام، شوف القرايات والنبوءات اللي بتقرا في كل ساعه. تعالى كده شوف يوم الجمعة العظيمة قرينا قد ايه من الكتاب المقدس. ده احنا يوم الجمعة اللي فاتت ديت اللي قبليها قعدنا الكنيسة اللي تعمل ايه؟ سفر الرؤيا كله خدناه كده ورا بعض 22. احنا كنيسة انجيلية. انا بقى رب المجد علمني حاجة، علم تلميذي عمواس ايه بقى؟ لما بتقرا كلمة ربنا بتقراها بعمق ولا بسطحية؟ حلو ان الكنيسة تعمل مسابقات، وحلو ان احنا نشترك، وحلو ان احنا نواظب على العظات، لكن في المخدع ايه موقفي مع كلمة الله في الكتاب المقدس؟ في ناس شطار مننا كتير بيقروا كتاب مقدس، برافو عليك. بس لو المسابقة وقفت بتكمل ولا بتقف؟ طب ولو لقيت جزء مش فاهمه بتدور وراه؟ طب لو ساعات بيبقى نظري ضعيف مش عارف اجيب تفسيرات. ده النهارده لو جبت الآية الواحد عايز فيديو يفسرها لي، كان عندنا أب في الكنيسة عامل عظات وتفسيرات عن الآية اللي أنت بتدور عليها دي. ده أنا ساعات عندنا أصفار في الكتاب المقدس أول ما أشوف اسم السفر ده أقلبه، سفر اللويين، سفر العدد، طب ملاخي، طب حبقوق، طب صفانيا. أنا ساعات بحس الكلام ده صعب عليا. لغاية إمتى صعب؟ رب المجد بيقول إذا كنت هقعد معاك قاعدة أنقلك من حالة الحزن إلى حالة الفرح، كان يفسر لهم الكتب جميع الأنبياء.
أول حاجة احفظوها معايا للنقل من حالة الحزن لحالة الفرح، كلمة الله بعمق. ممكن تحفظوا معايا الكلمة دي بس؟ كلمة الله بعمق. لا قولوها ورايا عشان اطمن بس. كلمة الله بعمق. أشكركم جدا. أحفظكم حاجتين كمان عشان دي الخطة اللي رب المجد عملها مع تلميذي عمواس. ثم اقتربوا، على ما خلص بقى التفسيرات بتاعته وقراية الكتاب المقدس، ثم اقتربوا إلى القرية التي كان منطلقين إليها. على ما وصلوا عمواس أو المدق بتاع قرية عمواس، وهو تظاهر كأنه منطلق إلى مكان أبعد. قال لهم خلاص مع السلامة، أنا هكمل طريقي، كأنه رايح يكمل. وهم وصلوا عند عمواس. الاتنين دول عملوا إيه بقى؟ شوفوا بقى، هم عندهم عمى روحي، مش فاهمين، أمسكت أعينهما عن معرفته، ومش عارفين ده ربنا. بس كان فيهم ميزة حلوة جدا. يقول الكتاب المقدس ألزماه. ألزماه يعني إيه بقى؟ يعني مسكوا فيه ولا أجبروه؟ رب المجد يحب الطريقة دي. دول شدوه شد. ألزماه يعني مش هينفع تمشي. عارفين لما يكون عندك ضيف فتمسكه من إيده جامد تقول له أنت قاعد النهاردة هنقعد مع بعض؟ تقفل باب الشقة مفيش خروج النهاردة؟ أدي ألزماه بقى. يقول الكتاب المقدس كده: فألزماه قائلين امكث معنا لأنه نحو المساء وقد مال النهار. بيت معانا النهاردة، كلامك حلو، لسه ما خلصناش وفي حاجات تانية نعملها. وعمر ما حد يمسك في رب المجد يسوع المسيح يقول يا رب لن أطلقك ما لم تباركني، وربنا يكسفه. فراح عمل إيه؟ هقعد معاك وحاضر. قدموا لقمة. يقول كده الكتاب المقدس: فدخل ليمكث معهما، فلما اتكأ معهما أخذ خبزا وبارك. يعني إيه بركة؟ يعني إيه ربنا بارك؟ إيه كلمة البركة دي اللي موجودة عندنا؟ النهارده لما أول يوم عندنا في النهضة الكنيسة منظمة لنا نهضة، لما بنروح البيت نقول النهارده عملنا إيه؟ النهارده خدنا إيه؟ خدنا بركة. إحنا عملنا إيه في الكنيسة؟ صلينا. ما هو الصلاة دي عملت بركة. لما تكون في يوم من الأيام رايح لأبونا، أبونا ممكن تصلي لي تباركني؟ أبونا بيعمل إيه؟ بيصلي لك. فأنت أخدنا بركة. كل مرة نصلي نقول إيه؟ أخدنا بركة. كلمة بقى رب المجد بارك دي يعني إيه؟ يعني صلى. وقف رب المجد صلى. ودي تاني حاجة رب المجد عملها مع تلميذي عمواس عشان ينقلهم من حالة الحزن لحالة الفرح. إذا كانت أول حاجة كلمة الله بشكر، تاني كلمة الله بعمق، رب المجد المرة دي صلى. أنا عايز أقول لكم حاجة على الصلاة. كنيستنا غنية جدا جدا جدا، غنية في موضوع الصلاة ده. إحنا عندنا كم شكل للصلاة الكنيسة بتحفظهم لنا؟ يعني بنصلي بكم طريقة؟ صلاة عشية دي، صلاة عشية دي أبونا والشمامسة والمرتل صلوها لوحدهم ولا لازم الشعب معاهم؟ القداس. يعني أنا لو قررت بكرة أصلي قداس لوحدي ينفع؟ لأن القداس بيقول إيه؟ يقول الكاهن، يقول الشماس، يقول. يبقى دي اسمها صلاة شعبية ليتروجية. البصخة لما صليناها، كهك لما تيجي، دي كلها يشترك فيها الشعب. دي صلوات ليها نصوص، ليها نظام، أنا ما أقدرش أخرج عن النص اللي مكتوب ده، والشعب كله بيشترك فيها، وكل واحد عارف الجزء بتاعه اللي بيصليه فيه. ده شكل من أشكال الصلاة. في أشكال إيه تانية كنيستنا معلمة لنا في الصلاة؟ الصلاة السهمية. الصلاة السهمية دي ملهاش ميعاد وملهاش مكان. ده ممكن مكالمة تليفون ترن عليا، أنا عارف إنه فيها دوشة جاية من ورا المكالمة دي، يا رب استر، يا رب يسوع المسيح سهلها، هعدي الشارع والدنيا زحمة، يا رب يسوع المسيح حافظ عليا، حد من ولادي مسافر، يا رب يسوع المسيح رجعه بالسلامة. دي صلوات سهمية بنكلم فيها رب المجد، لا فيها بقى بص ناحية الشرق ولا ليها نص، دي بصليها على طول. في صلوات إيه تاني بقى؟ في صلوات مسبح عائلي، الزوج والزوجة مع أبنائهم بيقعدوا يفتحوا كتاب مقدس ويصلوا مع بعض، ودي الأسرة كلها بتتكاتف فيها. دي كنيستنا بنسميها المسبح العائلي. وفي صلاة بقى الفردية، صلاة المخدع اللي رب المجد كلمنا عنها في متى 6: أما أنت فمتى صليت فادخل مخدعك واغلق بابك وصل إلى أبيك الذي يرى في الخفاء وأبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك على ذلك. إيه المشترك بين أي صلاة بنصليها؟ الشكر. كل صلواتنا تبدأ بالشكر. وتسابونا النهاردة وهو بيفتح ستر الهيكل، أول ما فتحه قال إيه؟ مارن شبهموت. يعني إيه مارن شبهموت؟ فلنشكر صانع الخيرات. طب بكرة في باكر؟ طب وهو بيقدم الحمل بكرة فلنشكر صانع. طب هو القداس عندنا اسمه ذبيحة إيه؟ إفخارستية. يعني إيه إفخارستية؟ شكر.
ده القداس كله عباره عن احنا بنشكر ربنا ان احنا جايين نصلي معاه. جينا نفتح الاجبيه، اول حاجه تصليها في الاجبيه ايه؟ وما تكروتهاش، سترنا، اعاننا، حفظنا، قبلنا، واقعد اعدد الحاجات دي. وقفت في المخدع اشكر. تاني حاجه رب المجد علمها لنا، صلي بشكر. اذا كان علمني اقرا كلمه الله بعمق، صلي بشكر. حقكم عليا كتير جدا بقف اصلي بالطريقه دي، اشكرك يا رب على كل حال، من اجل كل حال في سائر الاحوال، اللي عيان واللي تعبان والفلوس والاقساط وجواز الولاد ومشاكل الشغل. طب انت شكرت ربنا؟ شكرته في نص سطر. وبقيه الصلاه عباره عن ايه؟ اخر حاجه ربنا عملها مع تلميذي عمواس، يقول كده الكتاب المقدس، ثم اخذ خبزا وبارك وكسر وناولهما. عمل ايه دلوقتي رب المجد؟ عمل نفس اللي عمل يوم خميس العهد، راح مناولهم، كسر، صلى وراح كسر خبز وراح مناولهم، نفس اللي عمل يوم خميس العهد. عشقنا كشعب كنسي بنحب كنيستنا الارثوذكسيه، عشقنا للقداس كبير جدا، وتلاقونا مواظبين على القداس كتير قوي. ويمكن فتره ال50 يوم قبل ال55 يوم تلاقونا ملهوفين قوي على حضور قداسات كتير على قد ما نقدر. ويمكن فينا اللي بيبعد عن المسبح لمده اسبوع 10 ايام يحس ان في حاجه مش مظبوطه عنه. انا سؤالي لحضرتك ولحضرتك ولنفسي، انا داخل بتناول ليه؟ تدريب من اب اعترافي؟ اتعودت على التناول؟ ايه الهدف من التناول؟ احتياج. اشكرك انكل. هي الايه دي اسم حضرتك ايه؟ انكل جرجس بقى فكرنا بحاجه مهمه جدا، قال كلمه كده، قال الثبات في المسيح. يوحنا 6 رب المجد قال ايه بقى؟ من ياكل جسدي ويشرب دمي يحصل له ايه بقى؟ فكرة بقى التناول عشان موضوع الثبات ده. ايه موضوع الثبات ده؟ انا داخل يا رب، داخل عامل زي الطفل الصغير، انا اسف يعني، اللي مش عارف يعدي الشارع، واول ما بيثبت على حضن ابوه بيحصل له ايه بقى؟ مطمن. تروح وتيجي العربيات والتريلات زي ما يجوا يمين وشمال، مين شايلني؟ انا ثابت على كتف حد يعطيني قوه وثبات روحي اكتر من الوضع اللي انا موجود فيه. أنا داخل القداس وعارف إن المحبة بتاعتي تجاه فلان قلت، والمواقف اللي بيعملها فيا مش هقدر أحتملها أكتر من كده بطبعي البشري. لكن لما بتناول بيحصل إيه بقى؟ باخد باور، طاقة، قوة روحية أكتر من بتاعتي لما ربنا بيثبت فيا، وابتدي أعذره، والمحبة في قلبي تجاهه تزيد أكتر. كلمة الثبات في ربنا دي لازم يكون هدف موجود عندي من لحظة ما خرجت من بيتي لغاية ما وقفت في طابور التناول. أنا داخل يا رب النهارده الكنيسة، أدخل جواك وتدخل فيا. 3 حاجات رب المجد عملهم مع تلميذي عمواس: كلمة الله بعمق، صلاة بشكر، التناول بثبات. ممكن تحفظوهم معايا؟ كلمة الله بعمق، الصلاة بشكر. إيه اللي حصل بقى بعديها؟ يقول الكتاب المقدس كده بقى، الآيات الجميلة بتاعتنا بقى، فانفتحت أعينهما وعرفا ثم اختفى عنهما. دي اللحظة اللي قالوا فيها إيه بقى؟ عارفين مريم لما قالت رابوني معلمي؟ عارفين لما ما كانوش عارفين على البحر مين اللي كان ماشي على البحر إنجيل النهاردة وبطرس قال له إيه؟ هو المعلم. عارفين يوحنا 21 برضه في أيام القيامة لما هيطلعوا التلاميذ ويصطادوا سمك ويشوفوه من بعيد يقولوا هو المعلم، هو الرب. في لحظة معينة عينك بتتفتح وتقول أيوة الصوت ده صوت ربنا. ده بيحصل إمتى بقى؟ لما حالة الحزن دي يتم معالجتها. فانفتحت عينهما، هما الاتنين، هو ده المسيح، هذا هو القائم من بين الأموات. وفي اللحظة دي حصل إيه بقى؟ ثم اختفى عنهما. أبونا لما بياخد الصينية اللي فيها جسد رب المجد يسوع المسيح وكل الشعب يتناول ويدخل على المسبح جوه، آخر حاجة أبونا بيعملها إيه؟ تلاقيه رافع الصينية فوق، وبعدين تبص فيها تلاقي ايه؟ فاضيه. المسيح راح فين بقى؟ بقى جوه كل واحد فينا، لكن ما عادش موجود. اختفى المسيح. اختفى جوه مين بقى؟ فهو بيقول خلاص اختفى، لانه حط جواهم حاله الفرح دي. فانفتحت اعينهما وعرفاه ثم اختفى عنهما. بصوا بقى هيقولوا لبعض ايه بقى؟ ابتدى كل واحد يفتح قلبه لاخوه.
قال بعضهم لبعض ألم يكن قلبنا ملتهبا فينا إذ كان يكلمنا في الطريق ويوضح لنا الكتب؟ أنت مش كنت حاسس بحالة مختلفة اللي هي حالة العبوسة اللي كنا فيها دي، وابتدى قلبنا يشعل تاني بحالة الفرح وبحالة الإيمان والثبات، والخوف اللي عندنا ابتدى يكش تاني، وكان في حاجة بتحصل جوانا غريبة لما كنا بنفهم أكتر كلمة الله. يقول الكتاب المقدس كده: فقام في تلك الساعة ورجع إلى أورشليم. يعني إيه قام في تلك الساعة؟ ناس دي جاية هربانة من أورشليم زي ما كنا بنتكلم في الأول، ومشوا مشوار 12 كيلو. كل لقمة تسند قلبك من المشوار ده، والصبح رجعوا أو اطمنوا إن الطريق متأمن عشان هتخشوا زي من أبواب أورشليم. جت منين هذه القوة الروحية إنهم برجليهم يرجعوا تاني؟ طب أنت مش خايف عساكر الرومان يكونوا قفلوا المنافذ أو الحراس بتوع الهيكل يكونوا بيقبضوا على أي واحد؟ طب ولو حد تتبعكم ووصل للعلية وعرف مكان التلاميذ، الموقف هيبقى عامل إزاي؟ جبتوا منين هذه القوة الروحية؟ دي الحالة بقى اللي اتبدلت عندهم. فقام في تلك الساعة ورجع إلى أورشليم ووجد 11 مجتمعين هم الذين معه. طبعا يهوذا مش موجود خلاص، فبقى عندهم 12. ال11 بقى كانوا بيقولوا ايه بقى؟ وهم يقولون ان الرب قد قام بالحقيقه وظهر لسمعان. ده كان ظهور تاني الرب المجد يسوع المسيح كان بينه وبين بطرس لوحده. هم بقى بيقولوا لهم ايه؟ اما هما فكان يخبران بما حدث في الطريق وكيف عرفا عند كسر الخبز. وتحول تلميذي عمواس من 2 هربانين شايفين المشاكل عندهم عبوسة ل2 فرحانين عندهم قوة روحية كارزين بالقيامة. رب المجد يديني في ال50 يوم دول يقول لي عايزك تفرح، وانا بقول له رب عايز افرح. فقال لي طب خلاص، في حاجة تمشي عليها هتحولك لحالة الفرح دي. خد الكتاب ده اقرا فيه كل يوم، واليوم الحاجة اللي تلاقيها صعبة لو سمحت دور على معناها. الحاجة التانية وقف صلي وخلي صلاتك مليانة شكر ولا مليانة طلبات. اشكر على قد ما تقدر. الحاجة التالتة تعالى معايا كل اسبوع، والشاطر اللي يعمل ده اكتر ادخل طابور التناول وانت حاطط في عينك داخل اثبت فيه ويثبت فيه، وشوف رب المجد هيعمل ايه في حياتك. رغم الاخبار المحزنة، رغم فقد احد الاحباء، رغم ضغوطات الحياة، عندك حالة من الفرح. لما اسألك اقول لك سبب تقول لي ما اعرفش، لكن انا عايش الحالة دي مع رب المجد يسوع المسيح. ربنا يبارك في حياتكم. استاذنكم قبل ما اختم، انا محتاج اسمع ال3 حاجات اللي رب المجد علمونا لنا النهارده: كلمة الله بعمق، الصلاة، لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد.